غزة فيها حماس الإخوانية، والإخوان المسلمون يستغلون أحداث غزة ليتسنى لهم الظهور من جديد بعد فشل في الربيع العربي. ولعل بعضكم يتذكر كلمتي لما قلت إنهم ينتظرون وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى ليعودوا مرة أخرى ويجروا معهم من المتعاطفين والمتحمسين ممن ليس من الإخوان المسلمين كما فعلوا في السابق. فيا أهل الكويت، يا أهلي وإخواني، فلنكن يدا واحدة متعاونين لنحافظ على ديننا ودمائنا وأعراضنا وبلدنا، ولنساعد حكومتنا وولاة أمرنا على الصمود أمام هذا الخطر المتجدد. قد تسكت الحكومة لحكمة لا نعلمها، وقد تكون معذورة في ذلك، فمواجهة هذا التيار الجارف يزيد في قوتهم ويعطيهم الفرصة الذهبية للانقلاب ونشر الفوضى التي يسعى إليها أتباع المرشد العام وأتباع المرشد الأعلى. لقد أصبح الإخوان المسلمون ومن يلهث خلفهم هم الذين يقودون كثيرا من الوزارات والمؤسسات والتجارة، ويسيطرون على المشهد السياسي في الكويت، وعندهم إرهاب فكري خطير لمن يخالفهم أو يرد عليهم ويحذر منهم. لا تجد بلدا خليجيا ولا عربيا يرفع فيه شعار حماس الإخوانية إلا في الكويت، يهتفون بأعلى الأصوات وبأوسع الميادين وعبر وسائل الإعلام: كلنا حمساوية، كلنا مع غزة. حتى بلغ الأمر فيهم أن يقيموا محاضرات في بعض مساجد الكويت ويخطبون على منابر مساجد الأوقاف الحكومية فيمجدون حماسا وقاداتها. ليس هذا فحسب، بل لا يتوقفون عن لمز وسب ولعن وتخوين حكام العرب عامة والسعودية ومصر والإمارات خاصة. فقد غرد أحد الخونة فقال: الخيانات العربية هي سبب ضياع فلسطين، وهي السبب في خذلان غزة، ولن تتوقف مصائبهم وجرائمهم إلا إذا أقلعتهم شعوبهم. انتهى كلامه الأثيم، كفانا الله شره وشر كل ذي شر. وهذه دعوة منه متجددة لإحياء الربيع العربي الجديد، وبتصريح هذا يسعى لعزل الكويت عن أشقائها الذين لا ينسى وقفتهم مع الكويت عام 90 و900 ألف إلا لئيم حزبي بغيض. قد تسكت هذه الدول احتراما لولاة أمورنا وهم أهل للاحترام، ولكن للصبر حدود، والحلم يصلح مع غير هذه الأحزاب البغيضة الغشاشة. والواجب على كل من يملك طريقة لإسكات هذا وأمثاله أن يتحرك قبل أن يفوت الأوان ويقع الفأس بالرأس. أعيد وأكرر يا أهل الكويت، يا شرفاء، يا عقلاء، حكومتنا بحاجة إلينا، لا تتركوها لهؤلاء يفترسونها ويسقطونها وتغلغلوا في مفاصلها. يا أهل الكويت، ولاة أمورنا أرحم بنا من هؤلاء السفاحين الذين لا يمنعهم شيء من أن يضعوا أيديهم بأيدي الصهاينة والمجوس وشياطين الإنس والجن. لا يمنعهم دين ولا خلق ولا مروءة ولا رحم ولا جوار ولا عهد ولا ميثاق، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، ويتمنون لو أن الحكومة تمس واحدا منهم حتى ينفجروا في وجهها ويعبثوا في أمنها. وأهون شيء عند هذه الأحزاب المتاجرة في الدماء، وهم لا يتحركون بحرية تامة إلا في الفوضى. فإذا حلت الفوضى لا سمح الله، حينئذ سيتم احتلالنا وقتلنا وتهجيرنا وأتك أعراضنا ومصادة أموالنا كما فعلوا تماما في سوريا وغيرها. فانتبهوا، انتبهوا، انتبهوا يا أهل الكويت. حكامنا وولاة أمورنا بحاجة ماسة لنا، وبعد الله تعالى هم لا يستغنون عنا ولا نستغني عنهم. نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء عن المسلمين المستضعفين في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والهند والصين والفلبين وبورما وفي كل مكان وزمان.